تعالوا النهارده اوريكم كيس جديده لكلب اسمه دييجو، عمره 3 سنين، كلب روت. من الحاجات اللي انت ممكن النادر اللي انت تشوفها هو الكلب بيهجم من التوتر. يعني بيهجم على الكلاب مبدئيا، ممكن يهجم على بني ادمين وممكن على اصحابه، بسبب ان اي طبطبه بتلمسها للكلب زوم رهيب. مع كلب روت 3 سنين، كلب عضلي، تحفه، بيجري كتير، كلب قوي قوي، يعني كلب رياضي. فتعالوا نبتدي نشوف مع بعض كده ايه اللي ممكن نعمله. اي غلطة فيها ممكن اللي احنا نتسبب لنا اتعض، فبلاش نجربها. تعالوا نجربها على الهوا نشوف ايه اللي ممكن نعمله. لازم نبقى هاديين جدا واحنا بنتعامل معاه. من اول ما انا بحط ايدي، لو انتوا سامعين في صوت، كل الهدف بتاعي ان انا ابتدي انزله بالراحة، ايدي ما تتشلش. لو اتشالت واتحطت ممكن يعض. زي ما انتوا شايفين في اي كونتاكت من ورا، ابتدي بيبص لي عشان يشوف ايدي فين، عشان لو هيجي يهجم. لازم اخلي بالي من جسمي وجسمه، بحيث ان انا ما اديلوش فرصه اللي هو يبتدي يعض. فانا لازم امسك كويس، هستخدم جسمي كله في اللي انا ابتدي اريح الكلب. انا عايزه يرتاح، وفي نفس الوقت ما ينفعش ان انا اتوتر خالص، احنا قلنا بيهجم بالتوتر. فلازم اركز قوي معاه. جسمي اللي انا فكرته اللي انا عايز اريحه على الارض، بس ما ينفعش ان انا اضغط. انا عايزه يستسلم لكل ضغط خفيف جسمي بيعمله عليه. يعني لو خدت بالكم، راسه ابتدت تنزل سنه. حلو، لازم اكمل. جسمه ابتدى ينزل سنه، واهم حاجه عندي اللي هو ما يفضلش يزوم. لو انا دوست جامد هيزوم اكتر وممكن يهجم اكتر. فمحتاج ان انا استخدم كل جسمي. طبعا هو اقوى مني بكتير في الحاجات دي. دايما بنشغل، نبقى اهدى، ما نستخدمش القوه البدنيه كتير قوي، لان هو هيكسب. انا عايز بس اخليه عقليا هو يبتدي يرهق ويبتدي يستسلم للضغط الخفيف اللي انا بعمله عليه ده. قلنا مش عايز وشه، هو بالنسبه له هو عايز يعمل مقاومه ناحيه العكس. فانا محتاج ان انا اجيبه ناحيتي، مش عايز وشه. راسه ابتدت تعلى، فلازم نهديها تاني. اللي انا عملته اللي انا برضه فضلت زي ما انا لحد ما نزل. لو كنت عايز اقوم واسيبه لازم كنت اقوم بالراحه. محتاج ان انا اخده بالراحه. هنكمل. سنانه لما بانت الكلام ده كله ما ينفعش. زي ما انتم شايفين هو ستريس. المهم تاخد وقت قد ايه؟ لو هي دي اول مره تاخد فيها 10 دقايق او فيها ربع ساعه، المره الجايه بتبقى اقل بتبقى اقل. بيجيب نتيجه من كتر التكرار. بس لازم تكنيك يتعمل صح كويس قوي. لو اتسرعت كان ممكن يبقى فيها عض، فلازم تتعمل بالراحه. ودي اول خطوات علاج دييجو. تعالوا بعد كده هنشوف في الاخر خالص ممكن نقدر نوصل بيه لايه، وبالذات مع الكلاب. شكرا.